في سر عميق بيفسر ليه في ناس لما بتعوز حاجة أو تدعي بطلب معين بتلاقي الأبواب اتفتحت لها في لمح البصر، كأن الكون ده كله مسخر ليها ولخدمتها. وفي المقابل بنشوف ناس تانية بتفضل سنين تنادي وتتمنى وتعافر ومفيش أي حاجة بتتحرك من مكانها. الحكاية هنا مش حكاية حظ ولا إن ربنا بيحب حد أكتر من حد، حاشا لله. الفكرة كلها بتتلخص في كلمة واحدة، وهي حالة الاستقبال بتاعتك. انت ممكن تكون بتطلب الحاجة بلسانك 100 مرة في اليوم، بس انت من جوه وفي أعمق نقطة في وعيك قافل الباب في وشها. تخيل كده لو انت طلبت مثلا اوردر غالي جدا جدا ومستنيه ان هو يوصل، بس في نفس الوقت انت قافل الباب وخايف تفتح لأي حد يخبط. بالظبط ده اللي انت بتعمله لما انت بتطلب الوفرة او الحب او النجاح، وانت من جوه مشحون بمشاعر الخوف او القلق، او حتى فكرة ان انت ما تستحقش. ده السر في الاستجابة السريعة، هو ان انت تبطل تكون في حالة انتظار، لان طاقة الانتظار في حد ذاتها معناها ان الحاجة دي مش موجودة. فانت طول ما انت مستني انت كده بتثبت حالة النقص والاحتياج في حياتك اكتر واكتر. الكون بيبعتلك من جنس عملك ومن جنس شعورك، فيفضل يبعتلك مواقف تخليك تستنى اكتر واكتر. نفس التردد اللي انت بتطلعه. السر الحقيقي والمفتاح السحري هو ان انت تنقل مشاعرك فورا من حالة الانتظار لحالة الاستلام والامتنان، كأن الحاجة اللي انت عاوزها حصلت فعلا وبقت موجودة معاك دلوقتي وبقيت تستمتع بيها. كمان الحقيقة ان احنا بنعطل اهدافنا وبنحط قدامها جدران خرسانية لما احنا بنفضل نسأل طول الوقت شوية اسئلة مملة، زي دي هتحصل امتى، فين، ومين هيساعدني. الاسئلة دي بتبين ان انت مش واثق في تدبير ربنا ولا واثق في ذكاء الكون اللي ربنا حطله قوانينه، اللي انت جزء منه. هل انت لما بتزرع بذرة في الارض بتفضل كل شوية تنبش عليها عشان تشوف هي كبرت ولا لا؟ لا طبعا، انت بتسقيها وبتمشي وانت كلك ثقة وكلك يقين ان هي هتطلع في وقتها وبأحسن شكل وبأحسن صورة. وده اللي انت محتاج تعمله مع امنياتك ودعواتك، ان انت تفك التعلق بالنتيجة تماما وتعيش يومك بحب وببساطة وبسكينة، كأن انت ضامن ان اللي عايزه جاي جاي لا محالة. المشكلة ان احنا اتبرمجنا من واحنا صغيرين ان كل حاجة بتيجي بالخناق بالمعافرة بالضغط العصبي، وان اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل. لكن في الحقيقة الحاجات اللي بتيجي بطاقة السهولة واليسر والتدفق هي اللي بتدوم معاك، وهي اللي فيها البركة الحقيقية. ليه؟ لان هي جاية من مصدر الوفرة مش من صراع الايجو. انت محتاج النهاردة تقعد مع نفسك وتكون صريح جدا جدا وتسأل يا ترى ايه هو اللي منعني ان انا استلم رزقي دلوقتي؟ يا ترى هو خوفي من المستخبي، من المسؤولية اللي هتيجي مع النجاح ده، ولا احساس قديم ان انا مش كفاية ومستاهلش كل الخير ده؟ ولا يمكن لان انت مثلا زمان اتعودت ان انت تعيش في دور الضحية اللي بيخلي الناس دايما انت تصعب عليها عشان تاخد اهتمامهم بالشفقة. الحكاية كلها مجرد شفرات داخلية محتاجة تتغير عشان الواقع بتاعك يتغير. فلو انت مهتم فعلا تقدر تنضم معانا لكورس فك الشفرات، عشان احنا هنشيل كل المعوقات دي ونبرمج السيستم من جديد على الاستقبال واليسر، وتبدأ سنة 2026 بوعي وسيادة كاملة. فلو انت مستعد ان انت تنضم وتقود حياتك في 2026، اكتب لي كلمة تفعيل في الكومنتس وانا هرد عليك فورا بالتفاصيل، او ابعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو. القرار النهاردة قرارك ان انت تفتح الباب وتستلم نصيبك من الخير كله.